شكرا جزيلا على الاستضافة، وتحية رياضية من مدينة الرباط إلى كل الجماهير العربية والعالمية التي تتابعنا سيدي. لا شك أن هذا الإنجاز سيد فوزي التاريخي لمنتخب المغرب للشباب يضاف إلى سجل إنجازات المغرب الكبيرة والمتواصلة، ونشارككم هذه الفرحة ونبارك لكم من جديد عبر شاشة سكاي نيوز عربية بهذا الإنجاز التاريخي. العنوان الأبرز ربما قبل الحديث عن التتويجات أنك راهنت على الكفاءات الوطنية في التدريب، وفعلا نجحت في هذه الرهانات. ما الذي دفعك للثقة بالمدرب المغربي؟ نعم سيدي، أولا قبل أن أجيبك على السؤال لابد من وضع هذا الإنجاز. أولا شكرا على تهنئتكم، ونعتبرها نجاحا بطبيعة الحال مغربيا، ولكن أيضا عربيا وأفريقيا، لأننا كنا نمثل المغرب باسم أفريقيا وباسم كل العرب. ونشكركم على هذا التفاعل الإيجابي أنتم وكل الجماهير العربية التي تفاعلت إيجابا. ولكن في البداية سيدي دعني أضعك في صورة النهضة الكروية التي تعرفها المملكة المغربية. فالتاريخ يعود بنا إلى سنة 2008 حين بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برسالة إلى المناظرة الوطنية حول الرياضة. هذه الرسالة التي أدعو جميع المسيرين والمدبرين في الشأن الرياضي أن يقرؤوها ويتمعنوا فيها بإمعان. شو مضمون الرسالة؟ حملت خارطة طريق، خارطة رسالة بعث بها جلالة الملك نصره الله إلى المناظرة الوطنية حول الرياضة في المغرب سنة 2008. وهذه الرسالة حملت كما قلت خارطة طريق توضح أدق التفاصيل ودعائم النهضة الرياضية وبطبيعة الحال الكروية، من توفير مناخ احترافي وبنيات تحتية وعقلنة تسيير، بل وتطوير الحكامة الرياضية بشكل عام. جاءت سنة 2009 سنة بعد ذلك ليدشن ويسهر جلالة الملك نصره الله على تدشين الأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وأعتبر تدشين هذه الأكاديمية هي نقطة التحول في تاريخ كرة القدم الوطنية، لأن هذه الأكاديمية وبفضل الرؤية الملكية ووضع هياكلها الاحترافية هي التي مكنتنا من أنجاب مجموعة من اللاعبين كانوا بالأمس القريب أبطالا في قطر، من أمثال أوناحي وأقرد والتقناوتي إلى غيرهم من اللاعبين، وهي التي مكنتنا من وجود اليوم أكثر من 7 أو 8 لاعبين صنعوا الفوز المغربي في كأس العالم لسنة 2025 عفوا بالشيلي. وبالتالي فإننا نعتبر أن هذه الأكاديمية، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، هي مشتل كرة القدم الحقيقية والاحترافية في المغرب. واليوم هناك لاعبون آخرون في مختلف الأعمار يلعبون في مختلف المنتخبات الوطنية، سواء تحت 17 أو تحت 15، وهم منتوج هذه الأكاديمية. وبالتالي فإن ما يعرفه المغرب اليوم من طفرة كروية هو نتيجة هذه الرؤية الاستراتيجية المحكمة والاستباقية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من الرياضة بشكل عام رافضا وعاملا للهيكلة الاجتماعية والإدماج الاجتماعي لمختلف الشباب المغاربة بطبيعة الحال بوضع الأسس الاحترافية. فإلى لما نتصور ونتأمل هذه المنظومة يمكن أن أقول لكم وأن أطمئنكم
عن حاضر كرة القدم داخل المغرب وعن مستقبلها، لأن هذا النموذج هو نموذج استراتيجي قائم على هياكل ودعائم وأسس مدروسة بشكل دقيق وشيدت وبنيت بأدق التفاصيل. إذن طفرة كروية ضمن نتيجة رؤية استراتيجية لجلالة الملك نصره الله، تدخل بطبيعة الحال ضمن مشروع تنموي يقوده جلالة الملك منذ أكثر من 26 سنة في تناغم تام بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي. وضمن الاقتصادي تدخل مختلف البنيات التحتية التي تساهم في تطوير الرياضة وكرة القدم بشكل خاص، وهناك الاجتماعي والذي تلعب فيه الرياضة دورا أساسيا في إدماج الشباب داخل منظومة اجتماعية متناغمة وتهدف دائما إلى التطور والتنمية. جميل. وفي هذا الإطار وفي ضمن هذه الاستراتيجية، لأعود إلى سؤالكم سيدي، نعم. فالتكوين سواء للاعب أو للمؤطر كان دائما هو محور هذا العمل اليومي والمتقن والاحترافي ضمن هذا التصور الاستراتيجي كما قلت الذي وضعه جلالة الملك نصره الله. ومن هنا كانت عملية تكوين المؤطرين المغاربة والمدربين المغاربة وإعطائهم الفرصة والأولوية في قيادة المنتخبات الوطنية نتيجة لهذه الرؤية الاستراتيجية والعمل وترجمتها عبر عمل دؤوب يومي ووفق كما قلت المعطيات التي تتحكم في أدق تفاصيل العمل الاحترافي. ومن هنا جاء طارق سكيتيوي مدربا لأقل من 23 سنة والذي فاز بالميدالية البرونزية، وجاء أيضا ليفوز بالشان مؤخرا، قبل به بطبيعة الحال وفي مقدمتهم السيد وليد الركراكي اللي كان مع المنتخب اللي وصل في قطر لنصف النهاية، وجاء اليوم السيد وهبي ليقود المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة للفوز بكأس العالم، ومع المنتخب أقل من 17 يوجد اللاعب نبيل باها الذي يقود هذا الفريق الوطني، وقبلهما كان الحسين عموتة والسيد جمال السلامي يقودان منتخب المغرب الذي فاز بالشان. وإلى جانبهما يوجد هشام الدقيق ومختلف الأطقم المغربية التي تقود منتخبات الصالات إلى غير ذلك من الأمثلة. جميل. اليوم الجواب كما كانت أكاديمية محمد السادس مشتلا لتكوين المواهب والتي سردت بعض الأسماء والوقت لا يتسع لسردي الوقت لا يتسع، وأنا أريد أستغل أكثر وقت ممكن أني أطرح عليك أكثر من سؤال سيد فوزي الأقجع. يعني أنت تحدثت أنا موجود يا سيدي، أنا إشارتك، ولكن حتى تكون الإجابات جميل. كاملة وواضحة لابد أعتقد كفيت ووفيت بخصوص المدرب المواطن المغربي. بارك الله فيك. نعم. الخارطة التي ذكرتها قبل قليل عن رؤية يعني المملكة وقائدها لا شك أنها يعني حققت نجاحات على مستوى المنتخبات. هل كنتم تتوقعون يعني الوصول إلى هذا الحلم بهذه السرعة؟ لأن هناك عدد من الاتحادات حول العالم عملت لسنوات طويلة بخطط ومشاريع واستراتيجية ولم تحقق ما حققته المغرب في كرة القدم، منها الاتحاد الياباني على سبيل المثال. ولهذه الأسباب مجتمعة تحدث العالم ويتحدث دائما عن الاستثناء المغربي والشعار المغربي الذي يعتبر الحلم وأن المستحيل ليس مغربيا. فأنا أقول لك يا سيدي بأنه تنفيذ الرؤية الملكية بإحكام ووفق المعايير الاحترافية نعتبر أنه ما وصلت إليه كرة القدم اليوم قد أفاجئك بالجواب ما هي إلا بداية مسار
سيجعل من المغرب قوة كروية حاضرة في مختلف المنافسات العالمية والقارية، سواء على مستوى منتخبات الذكور أو الإناث أو كرة القدم داخل القاعات. وبطبيعة الحال هذا المسار، وكما تعرفون أنتم أيضا سيدي، فالمسار كيكون فيه التدرج. اليوم العمل نقوم به في مختلف الفئات، فمنتخب أقل من 17 هو اللي سيكون في المناسبة القادمة أقل من 20 سنة، وهو الذي سيصبح من أول 20 غادي هو الذي يلعب الأولمبياد المقبلة، وهو الفريق الذي سيكون إن شاء الله في مجمله يمثل المغرب في مونديال 2030. هناك استرسال وهناك استراتيجية وهناك عمل مسترسل كما قلت وفق الخطة التي وضعها جلالة الملك نصره الله للنهوض بالرياضة بشكل عام وبكرة القدم بشكل خاص. جميل. من مونديال قطر إلى يعني مونديال الشباب، نجاحات مترابطة. هل ما فعله الكبار في الدوحة مهد نفسيا ومهنيا لما حققه الشباب في تشيلي؟ نحن سيدي كما قلت وفق عمل مسترسل وترجمة حقيقية لاستراتيجية ملكية واضحة، نحن في حلقة يعني تدور بشكل مستمر. فبعد إنجاز قطر كان هناك منتخب أقل من 23 في الألعاب الأولمبية بباريس وحقق الميدالية البرونزية، وتأسفنا جميعا في المغرب وكعرب وكأفارقة على عدم نيلنا للميدالية الذهبية. وبعدها فاز المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بكأس أفريقيا للأمم، ولعب منتخب أقل من 20 نهاية كأس أفريقيا، وبعدها حقق المنتخب أقل من 17 كأس أفريقيا، وبعدها حقق منتخب الفتيات داخل الصالة كأس أفريقيا، وجاء منتخب أقل من 20 في مشاركته العالمية في الشيلي ليحقق كأس العالم. فأنت تتصور معي وتلاحظ أن هذه الترجمة لثقافة الانتصار وترجمة العمل الاحترافي الاستراتيجي موجودة في مختلف المنتخبات وتسير وفق منظور واحد وترجمة حقيقية لرؤية استراتيجية ملكية. الحديث عن التحاق لاعبي منتخب الشباب وكل المنتخبات السنية ستكون روافد للمنتخب الأول حتى ربما مونديال 2030، هذا اللي فهمته منك. يعني هل فعلا بدأتم يعني بدمج المواهب الصغيرة إلى المنتخب الوطني الأول؟ جيل راح يسلم جيل؟ سيدي احنا جيل يسلم جيل، وبطبيعة الحال في تناغم تام بين الاحتفاظ على التجربة على اللاعبين المجربين. احنا منتخباتنا لا تخضع للتغيير من منظور القطيعة، معناه أنه ما فيهش منتخب وطني يغير فريقا بأكمله. دائما نضم لاعبين بشكل تدريجي ومستمر. إذا لاحظت معي الفريق الوطني الأول فتم إدماج مجموعة من اللاعبين برزوا في أولمبياد باريس، وتم إدماجهم بشكل سلس وبشكل تدريجي يضمن لهم الانصهار داخل منظومة الفريق الوطني وبشكل يعني مسترسل. فكل الفئات تعمل بوفق نفس المنظور، والأهم من هذا وذاك أن اليوم الفرق الوطنية كلها تشتغل داخل مركب محمد السادس لكرة القدم الذي تم تشييده وتدشينه من طرف جلالة الملك سنة 2019، والذي يعتبر اليوم واحدا إن لم يكن أحسن مركز تكوين وأحسن مركز لممارسة كرة القدم. وكل المنتخبات توجد في هذا المركز تتبادل الرأي وتتبادل الرؤية حول المنتخبات الوطنية وحول عطاءات اللاعبين وحول ما يجب القيام به لتطوير إمكاناتهم وبالتالي تأهيلهم بطبيعة الحال حسب الحاجة للانضمام إلى منتخبات أعلى. جميل. هناك من يصف هذه الإنجازات سيد فوزي بأنها طفرة مؤقتة، بينما